الوصفه ديال اليوم غريبه ديال السميده والكوك، كتجي مشقه ناجحه معلكه وكتذوب في الفم. خليكم معايا ما نطولش عليكم، ندوزو نشوفوا الطريقه والمقادير. وغنبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، انا هنا عندي 3 البيضات، قبصه الملحه، وقشور ديال البرتقاله، تقدروا ديروا حتى قشور ديال الحامض. عندي ساشي عفوا ديال الفاني، عندي معلقه كبيره ديال المربى الخاص بالحلوه، تقدروا تعوضوه بالعسل، وعندي كاس ونص ديال سنيده، كاس لارو ديال الزيت نباتيه. صافي غنخلط هاد المكونات مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم ونولي معكم. هنا من بعد ما ندمجوا لي المكونات الاولى كنضيف 4 ديال الكوك. بالنسبه لهاد الغريبه ديال السميده والكوك، السر الوحيد اللي فيها هو الكوك. الا كان الكوك نوعيه جيده فكونوا اكيدين ان الغريبه ديالكم كتنجح معكم 100% ومن اول تجربه. والا كان الكوك نوعيه يعني غير جيده، فالحلوى ان فوا كنلوحوا فيها الكوك كتنشف. هنا شوفوا انا لحت 4 ديال الكوك، وشوفوا الخليط كيفاش بقى عندي، يعني بقى الخليط خفيف بزاف. الا ما حصلتوش على هذه النتيجه فكونوا اكيدين ان الغريبه ديالكم ما غاديش تنجح نهائيا. هنا غادي نضيف 4 ديال السميده الخاصه بالحرشه، السميده الرقيقه ماشي الفينو وانما السميده الرقيقه. هنا كيف كتشوفوا اني غنضيف 4 ديال السميده كامله، ما غنقص منها حتى حاجه، لان كيف قلت لكم في الاول واللي كان يعني الحاجه اللي كان ناكد عليها هو ان الكوك يكون نوعيه جيده. خذوه من شي بلاصه اللي كتكونوا متاكدين منها او من المتاجر الكبرى، فتما تيكون الكوك نوعيه جيده. صافي من بعد ما ضفت الكميه ديال السميده كتشوفوا القوام كيفاش كيكون عندي خفيف. صافي وفي المرحله الاخيره كنضيفوا خميره ديال الحلوه. انا ضفت ساشي موزن 7 غرام. صافي غنبدا نخلط مزيان الخليط ديالي، وغنبدا نعرك فيه بيديه باش هكذا نحصل على ديك التعليكه. من بعد ما غادي نجمع الخليط ديالي غادي نخليه يرتاح تقريبا واحد 4 ديال الدقائق. ومباشره من بعد ما كترتاح العجينه ديالي كنولي باش نشكلها، يعني كنديرها على شكل كرات من وزن ديال 21 غرام. بالنسبه للحجم تيبقى دائما اختياري، ولكن من الافضل يكون الحجم ديالها شويه كبير. صافي وكنفندها في سكر كلاصي. وبالنسبه للسكر كلاصي ضروري يكون نوعيه جيده حتى هو باش هكذا ما يذوبش وما يتحرقش في الفران ويبقى من فوق الغريبه ديالنا. واحد الملاحظه بالنسبه ليديكم، ما تحاولوش نهائيا ديروا فيها الماء اولا ما زهر، لان الا درتوا الماء ولا ما زهر هادو من الاسباب اللي كيخلي انا داك السكر ديالنا يتشرب وما كيجيش ما كيبقاش بيض من فوق الحلوه ديالنا، ولو يكون نوعيه جيده فكيمشي وكيذوب. الا حسيتوا بالعجينه ديالكم ما بقاش كتجمع، غير غسلوا يديكم ونشفوها من الماء وكتولوا عاوتاني تخدموا بكل سهوله. صافي انا هنا كنفندهم في السكر كلاصي مزيان، وكنحطهم بشويه فوق الصينيه اللي غادي تدخل الفران. غنستمر بنفس الطريقه نكمل الكميه كامله اللي عندي ونولي معكم نشوفوا المرحله المواليه. وهنا مباشره غير كنكمل الصينيه الاولى ديالي، كنضغط على العجين ديالي من الفوق اولا على الغريبه ديالي من الفوق باش هكذا نعاونها باش تشقق بسهوله. وبالنسبه للفران كنكونوا مسخنينه من قبل بدرجه حراره متوسطه. واحد الملاحظه، يعني الفران ما خصوش يكون سخون بزاف، الا كان سخون بزاف ما كتشققش الحلوه ديالنا والسكر كلاصي كيتحرق. الفران يكون سخون شويه وتبقى درجه حراره متوسطه، ندخلوه من التحت حتى كتشقق لكم، ومن بعد كنوليو كنعليوها الفوق. فتقريبا كتاخذ شي 7 ديال الدقائق حتى ل 8 في الطياب ديالها ككل. بالنسبه لهاد الغريبه ما كتبغيش تبقى الفران مده طويله باش هكذا ما تنشفش لكم. وخا كتبداو من الفران كتكون شويه رطبه، غير كتبرد كتشد راسها. وهذا هو الشكل ديال الغريبه ديالنا. كيف كتشوفوا راه كتجي ناجحه، فقط غير تبعوا المراحل وكتجي معلكه ولذيذه. وبالنسبه للاحتفاظ ديالها ضروري نديروها في شي علبه اولا في شي بواطه اللي كتكون كتسد مزيان، ما كتخليش الهواء يدخل ليها باش هكذا تبقى معنا مده طويله. الفيديو ديال اليوم انا سلا غادي نقول لكم بحال ديما الى اللقاء، نتلاقى ان شاء الله في وصفه جديده. مع السلامه.